صباح الورد والياسمين عليكم. ايه رأيكم نرجع احنا وانتوا ورا كده شوية الاكلات الناس الطيبين، الاكلات الحلوة بتاعت زمان اللي فيها ريحة امهاتنا واجدادنا. هنعمل مع بعض النهاردة البطاطس المطبوخة والرز الواحدة وواحدة. اكلة في منتهى الجمال، من غير بقى ولا لحوم ولا فراخ، ومن غير افتكاسات ولا توابل كتير. حلاوتها وبساطتها. بص يا ست الكل، نص كيلو من البطاطس غسلتها كويس وقطعتها مكعبات، وست وحدات من الطماطم، تقريبا اقل من نص كيلو كده بوحدايه او باتنين، وسمنه وملح وفلفل اسود. هي دي كل المكونات الاكله بتاعتنا. شايفين كانوا زمان بساط واكلهم كان بيطلع طيب وجميل زيهم ازاي. وفي حله هنزل بمعلقتين سمنه حلوين كده محترمين، طبعا اي ماده دهنيه تحبوا تشتغلوا بيها براحتكم. وكمان هنزل بمعلقتين كبار تقريبا يعني من الزيت، يا دوبك كده السمنه تسيح معانا، وهنزل عليهم بالبصل اللي احنا مقطعينه، ومعاهم كمان واحدتين من الفلفل الحامي، ونحطهم حمر كده عشان يدينا لون حلو للصلصه. انا مش عارفه يا جماعه الصوت من عندي طالع واطي ليه يعني، مش عارفه. بصوا، طب انا هسكت وهسيب لكم انتوا بقى الفيديو. هو الفيديو شارح نفسه بالخطوات، ومش هتكلم الا غير عند الحاجات المهمه بس. بصوا، لون الصلصه او لون التخديعه ده بيرجع لكم انتوا، بيرجع للون البصله. يعني البصله دلوقتي هي خدت اللون الاصفر، لو انتوا عايزين البطاطس لونها احمر فاتح انزلوا بالطماطم على كده. انا عايزاها غامقه شويه فهحمر البصلايه للدرجه البني الفاتح اللي انتوا شايفينها دي. وهنا يا جماعه انا نزلت بالطماطم زي ما هي، يعني ضربتها في الخلاط ونزلت بيها على طول على البصله، ما صفيتهاش. لو انت حابه تصفيها مفيش اي مشكله. وكمان هنزل بالملح والفلفل الاسود، وانا نسيت اقول لكم الملح والفلفل قد ايه. معلقه ونص صغيره من الملح وربع معلقه صغيره فلفل اسود. وكان عندي حبه شوربه كده حلوين مركونين في التلاجة، هنزل عليهم بثلاث كبشات من الشوربه. لو مش متوفر عندك شوربه حطي ميه مفيش مشكله، وممكن نص مكعب مرقه دجاج. وخلاص كده انا هسيبها تستوي على نار متوسطه، مش هعلي عليها النار عشان مش عايزينها ترمي نشا في الصلصه بتاعتها. وهنا بقى هنعمل مع بعض الرز الواحده وواحده او الحبه وحبه على حسب ما كل واحد بيسميه. ومعايا كيلو من الرز المصري انا غسلته بس من غير نقع. اول حاجه هننزل بالسمنه، وكمان عليها معلقتين كده من الزيت النباتي. بعد السمنه ما سخنت هنزل بربع كيلو من الرز، ونسيب الرز يتحمر ونبص على البطاطس نشوفها استوت ولا لا. وخلاص كده ما شاء الله البطاطس استوت وبقت زي الزبده، شكلها وطعمها في منتهى الجمال. طبعا انا لازم ادوق يعني ونشوف الملح اخباره ايه. خلاص كده انا هقفل عليها ونرجع نكمل الرز. تعالي بقولك على ملحوظه مهمه كده في عمل الرز الحبه وحبه، عشان ما يطلعش منك شايط وطعمه ما يكونش حلو. لما الرزايه توصل للمرحله ديت في التحمير تبتدي تخلي النار متوسطه، وتبتدي بقى ايه، تحمري وتشوحي في الرز لغايه اما ياخد معانا اللون البني. بلاش البني الغامق قوي عشان ما يطلعش معاكي طعمه شويه. خلاص كده هو دلوقتي وصلت للدرجه اللي احنا عايزينها، مش هنحمره زياده عن كده. وهننزل عليه ببقيه الرز التاني المتبقي معانا. وعشان تظبطي الملح بتاعك على الرز، كل كوبايه من الرز المصري بياخد نص معلقه صغيره من الملح. انا عامله كيلو حطيت عليه معلقتين ونص من الملح، وهنقلبه اما ننزل الميه ونشوف لو محتاج ملح هنزود عشان تطلعي الرز مظبوط، يعني خليه حادق سيكه كده. وهنزل على الرز بميه سخنه، يعني يا دوبك هغطيه كده بسنتي. لو انتي مش هتعرفي تظبطيه بالويم زي ما انا ما عملت، كل كوبايه رز هتاخد كوبايه وربع من الميه.
وسلام بقى لو عندك شوربه هيطلع اطعم واحلى 100 مره من الميه. انا هنا هشوف الملح بتاعه مظبوط ولا لا، بس هو كده خلاص مظبوط. هغطي عليه واسيبه يتشرب على نار عاليه، وبعد كده ههدي عليه وهفتح عليه اشوفه استوى ولا لا. طبعا اهم حاجه حبه العرق اللي طالعين من الرز دول فضيهم جوه الرز، بيبقوا متكونين تحت الغطا. وهقلبه كويس كده، شايفين ما شاء الله مفلفل ولا معجن ولا في اي حاجه. وهعمل تركايه بسيطه كده بتفرق قوي في طعم الرز. معلقه من السمنه البلدي هفردها على وش الرز واديله تقليبه، واسيبه حوالي نص دقيقه كده، اغطيه واسيبه نص دقيقه وبعد كده اقفل عليه. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه. الرز مفلفل، الرزايه برزتها، مفيش واحده لازقه في اختها. هتجربوه بالطريقه بتاعتنا الجميله البسيطه ديت المصريه الحلوه بتاعت امهاتنا وهيعجبكم. والبطاطس بقى بتاعتنا كمان بعد ما سيبناها كده اتشربت من الصلصه بتاعتها، ولا منشيه ولا لونها اتغير ولا اي حاجه، عسل كده. ومن غير فراخ ولا لحمه ولا نكلف نفسنا، اكله في منتهى البساطه وطعمها في منتهى الجمال. بلاش نكلف نفسنا ونعمل حاجات فوق طاقتنا، الدنيا صعبه اليومين دول، الواحد يمشيها يوم كده ويوم كده وهي ماشيه. يا رب الطريقه تكون عجبتكم، وكون فكرتكم بالاكلات الحلوه بتاعتنا ديت. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي.